كيفاش يمكن البلاد في ظرف عام واحد تعيش أقصى لحظات الحزن وأكبر نجاح تاريخي؟ اليوم غادي نغوصوا في التوقعات المثيرة للجدل ديال ليلى عبد اللطيف للمغرب في 2026، هذا العام اللي توصف بعام الدموع والانتصار. تخيلوا معايا المشهد: من جهة دموع شعب حزين في حداد وطني، ومن جهة أخرى احتفالات بانتصار عالمي. توقعات 2026 للمغرب هي قمة التناقض، كتقول بلي المغرب قريب يعيش أحلى أيامه وأمجد لحظاته، وفي نفس الوقت كاين خطر كبير. والسؤال هو كيفاش؟ باش نفهموا هاد النهضة اللي موعودين بها خاصنا أولا نواجهوا العاصفة اللي جاية تبريق. الجزء الأول من هاد التوقعات قاسي بزاف، وكيفصل في المحن اللي غادي تختبر الصمود ديال البلاد لأقصى درجة. ولكن المثير هو أن النبوءة كتوصف هذه المحن بنار التطهير اللي غتسبق النهضة الذهبية. يعني هي ماشي مجرد كوارث صافي، بل هي مرحلة ضرورية مؤلمة في طريق العظمة. الرقم 3 خليوه في بالكم مزيان. حسب التوقعات هذا هو عدد الأيام اللي غادي يعيشها المغرب في حداد وطني، والأعلام غتكون منكسة. والسبب ماشي هو رحيل شخصية عادية، لا، السبب كارثة ضخمة لدرجة غتهز البلاد من الساس، والتهديد جاي من كل جهة. الهضرة على هجوم إرهابي مدمر كيستهدف احتفال كبير، وكاين تحذير حتى من الأرض غتحرك مرة تانية، زلزال وفيضانات كارثية تكبر تبلع السواحل ديال المغرب وإسبانيا. يعني صورة كاملة ديال الفوضى مخلطة بين فعل البشر وغضب الطبيعة. ولكن من وسط هاد المسات غادي يوقع تحول سياسي كبير. هنا كنهضروا على الفصل الثاني، مملكة على وشك تغيير داخلي جذري عامر بالصراعات والتغييرات، وفي الآخر كاين الإصلاح. التوقعات كترسم طريق واضح فيه 4 ديال الخطوات. كل شيء غيبدا من الفوق بصراع بين كبار القادة. هادشي غيشعل المرحلة الثانية، وهي صوت الشارع، والناس غتخرج تطلب بالتغيير. وهادشي غيوصلنا للحظة الحاسمة، قرار ملكي جريء اللي غيوصلنا للخطوة الرابعة، وهي ظهور حكومة جديدة تماما. وهنا النقطة المهمة، التوقعات كتقول باللي تحركات الشارع غتنجح، وغتكون هي المحرك الأساسي لهذا التحول السياسي الضخم. وهذا التغيير غيكون عبارة على إعادة ضبط شاملة، حرب على الفساد، إصلاحات جذرية بمرسوم ملكي، وصعود جيل جديد من القادة. والأهم هو تحالف قوي بين الشعب والجيش باش يحميوا البلاد. من بعد العاصفة القصة غتحول للنور. هنا غندخلوا للمرحلة اللي سموها النهضة الذهبية، فترة ديال الأمل والازدهار اللي ما عمرها وقعت. من بعد الدموع غيجي الذهب. التوقعات واضحة، نفس عام المشقة غيولي هو عام المغرب الذهبي، فترة ديال الانتصارات في كاع المجالات. هذا الانتصار واقف على 3 ديال السواري. أولا، فرحة عالمية باستضافة المغرب لحدث رياضي كبير غيشعل الحماس في المغاربة. ثانيا، ازدهار اقتصادي غتسبب ثورة سياحية. وثالثا، القوة، حيث المغرب غيثبت راسو كمنارة للاستقرار والنفوذ في المنطقة. مكانة المغرب الدولية غتطلع بزاف، وغيولي وسيط إقليمي وقوة اقتصادية كتعرف كيفاش تجر الاستثمارات. المغرب غيولي قائد على الساحة العالمية، ومنارة ديال الأمل في شمال إفريقيا كلها. ولكن كل انتصار وعنده ثمن. في المرحلة الأخيرة غنشوفوا المشهد العالمي اللي عامر فوضى، أزمة اقتصادية عالمية، ظهور أسلحة سرية مرهبة، وتحالفات عسكرية جديدة كتقسم الخريطة من جديد. في هذا العالم الخطير المغرب خاصو يعرف طريقه. وفي وسط هادشي كاين تناقض غريب، كيفاش المغرب غيكون صانع السلام وفي نفس الوقت كتقول التوقعات باللي هو على وشك صراع عسكري مع الجار تونس. هاد المفارقة غتحط المغرب في موقف مواجهة صعيب، ويمكن التحذير الأخير هو اللي قاصح بزاف، وهاد المرة ماشي موجه للشعب بل للملك ديالو. التوقعات كتوجه إنذار مباشر للملك محمد السادس بخصوص أزمة صحية خطيرة، وكتربط بين المصير الشخصي ديال الملك والقدر العظيم ديال المملكة ديالو. وفي الآخر كنلقاو راسنا قدام سؤال واحد: واش هاد العصر الذهبي كيستحق ندوزو من نار التطهير؟ واش طريق العظمة ضروري يدوز من المأساة؟ التوقعات وراتنا الطريق، ولكن الثمن كيبقى سؤال مفتوح.